عاملة لكم النهارده بقى يا بنات شوية جلاش باللحمة المفرومة بطريقة تجنن كل اللي هياكل منه، من كتر جماله ومن كتر طعمه اللذيذ، وكمان عاملاه بطريقة سهلة جدًا وبسيطة علشان أي حد فينا يقدر يعمله في البيت ويطلع معاه بالجمال والحلاوة دي كلها. تعالوا يلا بينا يا بنات نحضره مع بعض بقى، بس من فضلكم لو عجبتكم الطريقة ما تنسوش تشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهاتنا. وتعالوا بينا نحضره مع بعض. وأول حاجة هنعملها هنعصج اللحمة. هنجيب طاسة على النار وهننزل فيها بشوية من السمنة البلدي، أو ممكن تستخدمي زيت أو زبدة أي حاجة متوفرة عندِك، وهتنزلي بنُص كيلو من اللحمة المفرومة أو أي كمية لحمة أنتِ حابة تعمليها. بس أهم حاجة ودي خطوة مهمة قبل ما تنزلي باللحمة، الزيت اللي أنتِ حاطاه أو السمنة تسخّنيه كويس علشان لمّا تنزلي باللحمة ما تنزّلش أي عصارة منها، علشان ما يغيّرش من طعمها. وبعد كده بعد ما نشوّح اللحمة كويس ونفلفلها، هانزل ببصلاية كبيرة متقطعة مكعبات صغيرة وقرن فلفل حراق، أو لو عندِك فلفل رومي ممكن تحطيه، وهتشوّحي المكونات دي كلها مع بعض لغاية لمّا البصل كده يدبل معاكِ بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده هتجيبي نص معلقة من التوم المفروم. طبعا التوم ده مهم جدا، بيخلي كده الريحة بتاعة اللحمة جميلة جدا، وكمان بيخلي طعمها أجمل. وهتشوحي كده لغاية لما تشمي كده ريحة التوم، وهتنزلي بحبيتين طماطم مبشورين عليهم، وهتقلبي المكونات كلها مع بعض وهتسيبيها لغاية لما تتسبك معاكي تماما، والطماطم كده تستوي وتبقى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. وبعد كده هتنزلي بالملح والفلفل، وهتنزلي بنُص معلقة من توابل اللحمة ورشة بسيطة كده من القرفة، وهتقلبي المكونات دي كلها مع بعض. وبكده اللحمة بتاعتنا بقت جاهزة، هنشيلها بقى وهنحطها على جنب. تعالوا يلا بينا بقى نحضّر الجلاش. أول حاجة هنجيب لفة كده من لفات الجلاش، هنفردها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده. هنجيب الصينية اللي إحنا هنحط فيها الجلاش وهنقص الجلاش كده على حجم الصينية علشان يبقى معانا مضبوط. بس انتِ لو هتعملي في صينية طويلة مش هتقصي أي حاجة من الجلاش، أمّا لو هتعملي في صينية مدورة زي بتاعتي دي كده، قص الجلاش على قد حجم الصينية، واللي هيطلع منها ده طبعًا مش هترميه، هتحطيه في كيسة وتحطيه في الفريزر، هتعملي منه أي وصفة تانية. طبعًا عملنا مع بعض وصفات كتير منه هتلاقوها موجودة عندكم على الصفحة. وبعد كده هناخد الجلاش وهنلفه في فوطة علشان ما ينشفش معانا، وهنجيب الصينية وهندهنها كده دهنة حلوة من الزبدة أو السمنة، وهننزل فيها بأول ورقة من ورقات الجلاش وهندهنها كده بالسمنة. وبعد كده هانزل بالورقة التانية وهندهنها برضه بالسمنة، والتالتة برضه، يعني بين كل ورقة وورقة هتحطيها هتدهنيها سمنة كده علشان تبقى مورقة معاكِ بعد التسوية، وتبقى عاملة زي الفطير بقى وأحسن كمان. وطبعًا هنحط كده نص لفة الجلاش تحت كده في الطبقة اللي تحت زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعًا أنا باورّق كل بين ورقة وورقة. وطبعًا أنا هنا كده خلّصت نص لفة الجلاش تحت، وهانزل باللحمة اللي إحنا معصجينها مع بعض كده على الجلاش، وهاسويها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده. وأهم حاجة تسووها كويس علشان ما يبقاش في حتة كده فيها لحمة كتير وحتة لأ، أهم حاجة تسويها كويس. وبعد كده هتنزلي بنص لفة الجلاش التانية وهتورقيها برضه بين كل ورقة وورقة كده بالزبدة أو بالسمنة. طبعًا زي ما انتم شايفين أنا باورّق كده، وطبعًا هنقعد نورّق بين كل ورقة وورقة كده بالسمنة لغاية لمّا نخلّص نُص لفة الجلاش بتاعتنا. وبعد كده هنجيب معلقة وهننزّل الأطراف بالشكل ده كده علشان يبقى شكلها حلو بعد التسوية. وبكده صينية الجلاش بقت جاهزة معانا. هندهن كده وشّها بالسمنة علشان لمّا نيجي ندخّلها الفرن كده تاخد لون دهبي وجميل. وهنجيب السكينة وهنقطّعها طبعًا أي تقطيعة أنتِ تحبيها أو تفضّليها. وبعد كده هتدخّليها الفرن، طبعًا هتحطّيها على الرف الوسطاني، والنار هتبقى شغالة من فوق وتحت على درجة حرارة متوسطة، وهتسيبيها لغاية لمّا تشمّع معاكِ، تاخد لون كده بسيط. وبعد كده هتطلّعيها علشان تسقيها بالتشريبة اللي إحنا هنعملها مع بعض. هنجيب كوباية من اللبن وهننزل ببيضة وكمان رشة من الفلفل الأسود، وهنقلّب كده كلّه لغاية لمّا كلّه يندمج مع بعضه. وبكده بقى جاهز معانا. هناخده بقى وهنحطه على الجلاش بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده. أهم حاجة نوزّعه على الجلاش، وهتمسكي الصينية وهتعمليها بالطريقة دي كده علشان كلّه يتشرّب كده من التشريبة الجميلة دي كده. وهتاخدي صينية الجلاش لتاني مرّة هتدخّليها الفرن لغاية لمّا التشريبة الجميلة دي كده تنشف معاكِ والجلاش كده يتشرّبها وتبقى بالشكل الجميل ده كده. وأول ما تطلع من الفرن هتقطّعيها، طبعًا هتعيدي على التقطيعة اللي أنتِ قطّعتيها قبل كده بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. وبكده هتاكلوا أحلى جلاش باللحمة المفرومة، وبألف هنا ليكم وعلى عيونكم يا رب. ومن فضلكم لو عجبتكم الطريقة ما تنسوش تشتركوا في القناة علشان يوصلكوا كل جديد من فيديوهاتنا، واستنونا في فيديوهات أحلى وأحلى مع بيت الخير. كل سنة وحضراتكم طيبين.